السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من الكرة والتاريخ. ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ يعني حد يفهمني ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ خسر في كاس الرابطة من المقاولين العرب 3، وقبلها خسر من وي في كاس مصر بهدفين مقابل هدف. ويطلع شوية المحللين، تقريبا في محللة مش عارف اسمها سهام ايه كده، بتقول دي كارثة. كارثة. كارثة في ايه؟ انا مش فاهم ايه الكارثة اللي فيها. شيء طبيعي، فريق بيتغلب. لو حضرتك شفت الدوري الانجليزي او كاس الاتحاد الانجليزي، فرقة من الدرجة التانية او الدرجة التالتة بتكسب فرقة عريقة من الدرجة الاولى، عادي، مشكلة. هي دي الكورة، مكسب وخسارة. ياما فرق من الدرجة التانية طلعوا مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي او الارسنال، عادي بتحصل، ايه المشكلة؟ انما ما تلاقي فريق واحد بس مكسب 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 على طول، يبقى اكيد في حاجه غلط في الكوره. يعني اكيد في حاجه مش طبيعيه. فانا مش شايفها كارثه، انا شايفها عاديه جدا. يعني الكوره مكسب وخساره. هي الكارثه في لعيبه النادي الاهلي. يعني انا ما اعرفش ازاي دي لعيبه بيدفع فيها ملايين. يعني انا مش عارف انا إيه السنس. اللعيبه دي بتاخد الملايين دي كلها. يقول لك دول في ماتش وي دول الناشئين. ناشئين مين؟ ايه الناشئين؟ احمد نبيل كوكا ناشئ، احمد بيكهام ناشئ، عمر كمان ناشئ، اشرف دراي المغربي ناشئ، العش ناشئ، ياسين مرعي ناشئ، محمد شريف، ربنا يرحمنا برحمته منه محمد شريف. انا مش عارف ده راس حربة ازاي. كوريش لما كان ماسك المنتخب قال لك لا ده ما ده فاقد اساسيات الكوره، والناس قعدوا يضغطوا عليه عشان يضمه. قال لك ده فاقد اساسيات الكوره، قال لك ده مش عارف ده راس حربة ازاي، ده بيلعب كوره ازاي. هل ده يعتبر ناشئ؟ حسين الشحات ناشئ، محمد مجدي قفشه ناشئ. فين الناشئين؟ بيقول لك بيلعبوا من الناشئين، فين الناشئين؟ محمد طاهر ناشئ. شويه لعيبه طالبين ملايين. ده انا فوجئت ان احمد نبيل كوكا عايز 17 مليون. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، 17 مليون على ايه؟ هو الصراحه هو الاهلي السبب في النكسه اللي احنا فيها ده. اللي حضر العفريت يصرفه، اللي حضر ايه؟ العفريت يصرفه في الملايين اللي عماله تدفع في اللعيبه. ده بوظ الكوره في مصر النادي الاهلي. انا واحد اهلاوي وبقول لك اهو، بالملايين اللي بتدفع في اللعيبه. اللي مش عاجبه بالسلامه يجي له عرض تاني. خايفين من بيراميدز يروح بيراميدز. هو بيراميدز هيشتري كميه لعيبه قد ايه يعني؟ هيشتري مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ يشتري بيراميدز. خلي بيراميدز يدفع الملايين دي كلها. مفيش لعيبه والله في الاهلي يستحق الملايين دي كلها. ولا حتى اقول لك ايه، ده في لاعب بياخد 150. يا نهار ابيض، 150 مليون. شفتوه في ماتش مصر وانجولا، دراجن دراجن دراجن. هو كل اللي بيعملوه دراجن 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 دراجن. هو اصلا مستواه في الزمالك كان افضل بكتير عن مستواه في المنتخب ومن النادي الاهلي حاليا. خلاص بقى شبع، خد ال 150 مليون، خد الفلوس اللي هو عايزها، خلاص هيدي ليه؟ الكرة دلوقتي في مصر بقت فلوس. فانا شايف اللعيبه دي ما تستحقش الملايين دي. دي وجهة نظري الشخصيه. لو انتوا بقى شايفين يعني لا تستحق، يبقى مش انا مش هقدر اتكلم اقول حاجه. انما اللعيبه دي ما تستحقش الشخص، ما تستحقش الملايين دي. ولا احمد عبد القادر قاعد مش عارف 20 مليون ولا ايه؟ ايه الملايين دي؟ طب انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ايه فائدتكم؟ مش عارفين تكسبوا فرقه درجه تانية، تاخدوا ملايين على اساس ايه؟ لازم الاهلي يعمل غربله كبيره، ولازم اللعيبه دي كلها تمشي، ولازم الاهلي يبدا من اول وجديد. لازم لعيبه من قطاع الناشئين. فدي يعني تعليقاتي على ماتش وي. يعني انا مش ما بتكلمش على الخساره. الخساره دي امر وارد منه. انا بتكلم على اللي بيقول لك بيلعب بالناشئين. فين الناشئين؟ بتكلم على اللعيبه دي ما تستحقش الملايين دي كلها الصراحه يعني. تعال بقى الماتش المقاولين العرب.
نعم، الاهلي لعب بالناشئين فعلا. الاهلي لعب يعني معظم اللعيبه الناشئين. طب تعالى بقى نفرجوا على الناشئين. في واحد اسمه ابراهيم عادل، شفت عمل كام غلطه؟ لحد ما 9 مرات، لحد ما الغلطه التاسعه دخلت بيه جون. يبقى ده عيب مدرب بقى وعيب قطاع ناشئين. ازاي لعيب زي ده مش عارف يسلم ويستلم؟ يعني النهارده في اوروبا لعيب عنده 18 سنه بيلعب فريق اول، قسما بالله بيلعب فريق اول. فين الناشئين في النادي الاهلي؟ مين المسؤول عن قطاع الناشئين؟ قطاع الناشئين كارثه، كارثه. معقوله قطاع الناشئين مش قادر يطلع باك شمال؟ يعني مفيش باك شمال جه في النادي الاهلي زي ما الكتاب بيقول من بعد الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وبعد منه الساب معوض. مفيش باك شمال جه، مفيش باك شمال جه. يعني من ساعة الساب معوض مفيش باك شمال جه. تخيل قطاع الناشئين في الاهلي مش عارف يطلع باك شمال حتى الان، حتى يومنا هذا. طب تعالى بقى نشوف الباك اليمين. مفيش باك يمين طالع من قطاع الناشئين من ايام احمد فتحي. ولعلمك احمد فتحي مش من ناشئين النادي الاهلي، والسيد معوض من ناشئين النادي الاهلي جايين من النادي الاسماعيلي، ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه جاي من النادي الالومنيوم. يعني فين قطاع الناشئين؟ ما بيطلعش لعيبه ليه كده قطاع الناشئين؟ يبقى هي سبوبه بقى ودايره. يبقى ايه سبوبه ودايره؟ والله مش عارف سياده المستشار ابنه بيلعب كوره، وكيل النيابه ابنه بيلعب كوره، فلانه علانه. يبقى كوسه بقى، ابناء الايه؟ العاملين بقى. هو ده قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ ما هو ده الكلام. كل السنين دي مش عارف يطلعوا ولا باك شمال ولا باك يمين. طب الراس الحربه الاهلي ما طلعش ولا راس حرب من بعد عماد متعب، ولا راس حربه طلع. ادي هم الناشئين الموجودين اللي انتوا بتتفرجوا عليهم دول. دي نسيبه سودا لما يكون فريق بحجم النادي الاهلي مش عارف يطلع ناشئين. وبتلوموا النادي الاسماعيلي اللي بيلعب طول الدوري بسبب الكيد اللي هو موقوف، الوقف الكيد بتاعه طول الدوري بيلعب بالناشئين. تخيل نادي بحجم الاسماعيلي بيلعب طول الدوري بالناشئين وبيعافر مع الكبار، والنادي الاهلي مش عارف يطلع ناشئ. يبقى ده عيب مين ده؟ يبقى في سبوبه في القطاع الناشئين. انا ما اعرفش ماسك قطاع الناشئين. انا كنت سامع كان خالد جد الله تقريبا، مش فاكر الصراحه مين قطاع الناشئين اللي ماسكه. دي نسيبها سودا، دي كارثه. يعني اللعيبه كلها لا عاملين شراء من بره، اشتري من بره، اشتري من بره. طب فين قطاع الناشئين؟ مين اللي بيطلع عندك؟ مفيش حد، مفيش. يعني انا مش عارف الصراحه. بدل ما قطاع الناشئين يمول الفريق الاول، مفيش خالص، مفيش. دول فاقدين اساسيات الكوره، الاساسيات بتاعت الكوره فاقدينها. مفيش. فانا مش شايف مستقبل حلو للنادي الاهلي. انا اتمنى يبقى في منافسه كتير، يبقى في الزمالك، في الاهلي، في الاتحاد، في المصري، تبقى منافسه كده حلوه. دي بتبقى لصالح الكره المصريه، غير ما يكون نادي واحد بس واخد المنافسه دي. مش كويس، مش صحي للمنتخب. انا بالنسبه لي تشجيعي نمره واحد لمنتخب بلدي، نمره واحد لمنتخب بلدي. ثانيا النادي بتاع ايه، المحافظه بتاعتي الاتحاد والاولمبي. الاولمبي دلوقتي راح خلاص مع الرايحين الاتحاد. وبعد كده الاهلي اللي هو من صغري كان طالع لقيت نفسي كده بشجع الاهلي. يعني انا كنت بلعب مثلا في الاولمبي كوره وانا صغير في الاسبال، من صغري طالع بشجع الاهلي. ده شيء طبيعي. حتى في فريق الكوره واحنا صغيرين كان في لعيبه بتشجع الاهلي، لعيبه بتشجع الزمالك. في البيت بردك ناس اهلي، اخواتي يشجعوا الاهلي واخويا يشجع الزمالك كده يعني. وده شيء طبيعي في كل بيوت الاسره المصريه. بس الفكره انا انتمائي الاول لمنتخب بلدي، فانا عايز منتخب بلدي اللي افرح بيه الاول كده. يعني افرح الاول ببلدي، منتخب كرة قدم من بلدي، وبعد كده مدينتي، وبعد كده النادي الاهلي. فانا حاسس النادي الاهلي بوظ الدنيا كلها في مصر الصراحه، مع احترام للجميع.
تبص تلاقي الاخبار كلها نادي الاهلي، الاخبار كلها نادي الزمالك، الاخبار كلها نادي الاهلي، الاخبار كلها نادي الزمالك. طب بقيه الانديه ايه؟ لازم يبقى في عدل في الكوره عشان منتخب بلدي يبقى متقدم. بص المنتخب المغرب حاجه تفرح، بص المنتخب الجزائر حاجه تفرح. اه نعم انا عايش بره في الغربه، معظم زمايلي من المغرب ومن تونس ومن الجزائر، شوف كميه الفخر اللي في عيونهم بمنتخب بلدهم، وانا قدامهم مش عارف اتكلم. منتخب بلدي زي ما انت شايف اهو، لعيبه كل انتمائها للفلوس، كل الانتماء بتاع فلوس، كل شويه الاهلي 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 الاهلي. طب ما انا عايز الاهلي يبقى كويس، وعايز الزمالك يبقى كويس، وعايز الاتحاد يبقى كويس، والاسماعيلي يبقى كويس، عشان دي تبقى منافسه. لما يكون فريق واحد بس اللي هو عمال ينافس، والله ما دوري ده، قسما بالله ما دوري. شوف الدوري الانجليزي، تلاقي الارسنال، تلاقي مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، يعني فرق 6 7 فرق، توتنهام، كل الفرق دي بتنافس على الدوري. انما احنا الاهلي الزمالك، دلوقتي بيراميدز دخل، بس بيراميدز مش نادي جماهيري. انا اتمنى من الانديه الجماهيريه اللي هي يبقى فيه اهتمام بيها اكتر من كده. تخيل من يعني ما اتولدت في اواخر السبعينات حتى الان ما شفتش الاتحاد السكندري اخد حتى كاس خشب. يعني كاس خشب في كرة القدم ما شفتوش خد، يعني ما خدش ميدالية حتى. تخيل يعني فرقة بقى 40 سنة، يعني انا من ساعة ما اتولدت يعني 40 سنة ما شفتش الاتحاد خد حتى كوز الدورة، كاس كوز الدورة. يبقى دي منظومة فاشلة، لازم كل الأندية تنافس، لازم لازم لازم. مش كل حاجة الأهلي الأهلي الأهلي، ما طول ما هي الأهلي كده مفيش منتخب. والشكر لحضراتكم، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.